مساء الخير أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. زهقنا كلنا من طرق الكيك العادية أو الطرق التقليدية للكيك، كيك الفطار أو كيك ما بين الوجبات. أنا هعمل معاكم النهاردة كيك بطريقة حلوة قوي وإضافة مميزة جدا هتنقل معانا طعم الكيك لمكان بعيد جدا لمكان تاني خالص. قبل ما نبتدي الفيديو للي أول مرة بيشوفني، أنا سمر القزاز. خلونا ندخل على طول في الطريقة، يلا نبدأ بسم الله. اول حاجة جهزتها عندي، جبت طبق يكون عميق ويكون ناشف تماما، وبدأت انزل عليه بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وكمان البيض يكون حجمه متوسط. نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الفانيليا، ويفضل يكون فانيليا سايلة لان ريحتها ونكهتها بتبقى اقوى. حطيت كمان كوباية ونص من السكر وكوباية من الزيت. الكوباية اللي عيرت بيها السكر عيرت بيها الزيت بتاعي. حطيت علبتين من الزبادي، وبرضو الزبادي يكون بدرجة حرارة المطبخ، يفضل يعني ما يكونش لسه خارج من التلاجة. وبدأت أميكس كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا، لأن عايزة الخليط يكون كريمي جدا وفي نفس الوقت لونه يبقى فاتح. جبت عندي الدقيق، جبت 3 كوبايات من الدقيق، نخلتهم مرتين 3 كده، يعني كل ما ننخل الدقيق كل ما يبقى النتيجة معانا كويسة جدا. 3 كوبايات من الدقيق، الكوباية برضو اللي عيرت بيها السكر والزيت. نزلت بالدقيق بتاعي على الخليط اللي خفقناه مع بعض، وعليهم كيس كامل من كيك شيف او البيكنج باودر. وهبدأ اقلب الاول قبل ما اشغل المضرب بتاعي. هقلب الخليط ده الاول عشان الدقيق ما يطرش. بعد كده شغلت المضرب في الاول على سرعة قليلة، بعد كده ببدأ اعلي السرعات معانا واحدة واحدة. عندي كده خليط الكيك بقى جاهز. اخر اضافة هضيفها رشة بسيطة قوي من الملح، وهخفقهم مع بعض كويس جدا. وفي الوقت ده كنت محضرة القوالب بتاعتي. طبعا تقدروا تعملوها في صينية واحدة، الكمية كلها هتبقى كويسة جدا، ولكن انا فضلت ان اعملها في قوالب صغيرة. القالب ده القاعدة بتاعته تقريبا مقاس 20 سنتي. والفرن كمان كنت مشغلاه قبل بوقت، يعني اول ما بدأت اجهز المكونات بتاعتي شغلت الفرن وظبطته على درجة حرارة 180. انا دلوقتي بدأت اوزع الخليط بتاعي بين القلبين، وكمان سبت من الخليط ده جزء كده لاني هضيف عليه اضافة زي ما قلت لكم هتنقل طعمه معانا لمكان تاني خالص. لحد دلوقتي كل اللي فات عندنا ده عادي جدا. لحد دلوقتي كل اللي احنا عملناه ده كيك الفطار العادي، الكيك التقليدي بتاعنا كلنا. لكن تعالوا بقى نضيف معلقتين كبار هرم كده من البلو بيري او التوت الازرق، وجربوا وشوفوا ودوقوا الطعم هيبقى معاكم عامل ازاي. شوفوا قطعة واحدة من الكيك ده تتباع بره بمبلغ وقدره. زي ما قلت لكم العلبة مكتوب عليها من بره حشو وتغطية. هبدأ اوزع باقي الخليط اللي عندي على القوالب بتاعتي، وهميكس الكلام ده كله بخلة من الشيش. وزي ما قلت لكم الفرن عندي كان شغال على درجة حرارة 180، واخد عندي بالظبط حوالي ساعة الا تلت. وبيختلف طبعا من كل نوع فرن للتاني، وبيختلف اذا كان كهرباء ولا غاز. اخر اضافة هضيفها دلوقتي حاجة بسيطة قوي من البلو بيري اللي عندي. انا عايزة بس اوريكم كمان القوام بتاعه تقيل ازاي مش خفيف، لان انا استخدمت كذا نوع من البلو بيري ده. احيانا يجيلي اطلب يكون قطع، الاقي القطع بتاعته قد تكون معدومة مش موجودة اساسا، بس خشنة شوية وخلاص. احيانا يبقى القوام بتاعه خفيف جدا ما يعجبنيش، لكن انا عايزة اوريكم القوام ده. وزي ما قلت لكم برضو هعيد عليكم العلبة بيبقى مكتوب عليها من بره حشو وتغطية. دخل الفرن وخرج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم كمان على حاجه مهمه، احنا بنخلي القوالب للنص علشان الارتفاع معانا. سبتها اما بردت تماما، وبعد كده قلبتها. وعايزه اوريكم من تحت لونها عامل ازاي.
هقطعها معاكم كمان علشان تشوفوا قد ايه الكيك بتاعنا طري جدا. وطبعا البلو بيري وقت السوى، لان الكثافة بتاعته بتبقى اتقل من الكيك او من خليط الكيك، بينزل هو لتحت وبيتركز كده في النص، بيبقى حلو قوي، وكمان شكلا بيبقى مغري جدا. عايزاكم تجربوا الكيك ده على طريقتي وتقولوا لي رأيكم فيه ايه. قدمته مع كوباية شاي بحليب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. من فضلكم ما تنسوش تدعموني بالشير واللايك والكومنت الجميل بتاعكم. واللي بيشوفني لأول مرة على اليوتيوب، من فضلكم ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب. وكمان اللي بيشوفني على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لي فولو، ومتشكرة جدا.